بيقول لك ال100,000 ما يجيبوش حتى توك توك. انا بقى بقول لك ال100,000 يجيبوا لك عربيه، وعربيه محترمه كمان. جمعت لك في الفيديو ده 4 عربيات في الفئه السعريه ال100,000 جنيه. ال4 عربيات دول هتلاقيهم معروضين باكتر من 100,000، بس العربيات دي ما ينفعش تدفع فيها اكتر من 100,000 جنيه. يعني اللي عارض العربيات دي باكتر من 100,000 جنيه ما تشتريهاش منه، عشان هو كده بيستهبل. اول عربيه معانا الوحش الالماني سكودا فيليشيا موديل تسعينات، محرك 1300 سي سي. العربيه دي ركوبه محترمه واعلى ثبات في الفئه السعريه دي. عيوب العربيه دي انها بتسخن بسرعه، هتعمل تعديل في الرادياتير ومش هتشتكي من موضوع السخونيه ده تاني عربيه معانا هيونداي اكسل. قطع غيار العربيه دي هتلاقيها حرفيا في السوبر ماركت، واسعار قطع غيارها رخيصه جدا. يعني مش هتيجي في مره تقول معيش فلوس اعمل ليها صيانه. عربيه اعتماديه من الدرجه الاولى، اعطالها قليله جدا. عيوب العربيه دي اللي الناس دايما بتشتكي منها انها ضعيفه، بيحصل فيها شروخ في البطاحات وفي الحوض، هتتعب شويه لحد ما تلاقيها سليمه. تالت عربية معانا وهي السوزوكي ماروتي 800 سي سي. عربية ضعيفة، تنفع بنوتة رايحة الجامعة رايحة شغلها، تنفع شاب لسه كده في بداية حياته، ولو انت أسرة بلاش ماروتي خالص. مميزات العربية دي انها تبقى احدث موديل في الفئة السعرية دي. رابع عربية معانا شاهين، عربية اعتمادية من الدرجة الأولى وقطع غيار رخيصة جدا وصيانة سهلة مش معقدة. مشكلتها الوحيدة إنها شكلها قديم، ولو بتدور على الشياكة سيبك من الشاهين. كده احنا قلنا 4 عربيات في الفئة السعرية ال100,000 جنيه. ما تسمعش كلام حد ويقول لك ال100,000 جنيه ما يجيبوش توك توك. سلام.